سمعت كلمة حدود قبل كده؟ الحدود كلمة ظهرت بقوة خلال الفترة اللي فاتت، والجميل ان هي بقت بتحسسنا بالامان. مين فينا ما بيحبش يحس بالامان؟ بنوصل بيها للبساطة النفسية وبنرجع لأصالتنا. الحدود هي الأداة اللي لما بنتقنها صح هتساعدنا يكون عندنا ثراء في العلاقات، ومش اي علاقات جودتها عاليه. طب انتوا عارفين ان الحدود لغه من لغات الحب؟ فكرت ترسم حدودك قبل كده؟ مش عارف تبدا منين ومش عارف ايه الحدود اللي انت محتاج ترسمها؟ بدات لكن مفيش خطوات واضحه تساعدك تكمل؟ خايف تقابل ناس تكسر حدودك؟ وساعتها طبعا هتدخل في خلافات وخناقات انت في غنى عنها. مش بتحب احساس تأنيب الضمير او ان انت تكون السبب في زعل حد؟ كل دي اسئله ومشاعر طبيعيه ومشروعه اول ما بتبدا تفكر ترسم حدودك، لان ببساطه انا مريت بيها قبله، وكل اللي اتقنوا رسم الحدود معايا حسوا بيها زيكم. انا نهى موسى، باوندري كوتش، اول كوتش حدود في الوطن العربي. تخصصت في الحدود بقالي 5 سنين، دربت اكتر من 1000 شخص من خلال كورسات مختلفه على رسم حدود بخطوات سلسه، وقدروا يقولوا لا من غير خوف او تردد. دعمت تخصصي بدراسات كتيره، ريليشن شيب كوتش وبوزيتيف سايكولوجي كوتش، وتم اعتمادي من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF ك ACC كوتش، وتخصصت في الحدود مع دكتور هنري كلاود. وبعد ما لمست اهميه الحدود وشفت بعيني التحول الرائع اللي وصل له كل اللي اتقن رسم الحدود، سواء على علاقاته او تطوره في شغله ونجاحه، وصولا بثقته في نفسه وكاريزمته وحضوره القوي في اي مكان ومناسبه. ده خلاني اخد قرار يعتبر من اهم واجمل القرارات في حياتي، وكمان يعتبر اضافه قويه ومختلفه في عالم الكوتشنج، وهو اني اقدم للناس والمجتمع كوتشز دارسين ومتدربين على خطوات ومراحل رحله رسم الحدود من خلال برنامج هو الاول من نوعه في الوطن العربي، باوندري كوتش بروجرام. البرنامج اللي هيخرج كوتشز يساعدوا نفسهم الاول ويساعدوا عملائهم على رسم الحدود في حياتهم، علشان يوصلوا للبساطه النفسيه والعلاقات المريحه ويكونوا مميزين ومختلفين. وزي ما كل حاجه ليها قوانين، رسم الحدود ليه قوانين، واللي هنتعلمها من خلال 5 مراحل اساسيه هنتعلم فيها من خلال ادوات وتطبيقات هتساعدنا على فهم ايه هي الحدود وليه هي مهمه، مين هم العلاقات اللي محتاجين نرسم معاهم حدود، وايه اللي بيوقفنا عن رسم الحدود، انواع الحدود وازاي نفرق بينهم، ايه هو الفرق بين الجمله الحدوديه والجمله التبريريه، ايه هو 3 R's تكنيك اللي هيساعدني ان انا اكون برو اكتف مش مجرد ري اكتف. يا ترى هقدر اكتب سيناريو مسبق لمواقف؟ طيب ازاي؟ وايه هي الردود المناسبه لكل موقف؟ وازاي هقدر اتعامل مع عاصفه التغيرات اللي هتحصل بعد رسم الحدود؟ تفتكروا هنقدر نتعامل مع الناس المؤذيه اللي بتصمم تكسر حدودنا؟ واخيرا ازاي هقدر اتعامل مع فقد الاشخاص العزيزه على قلبي بعد رسم الحدود؟ كل دي اسئله هنعرف الاجابه عليها لما تكون من اوائل المميزين اللي هينضموا لاول كورس في مجال كوتشنج الحدود. اول كورس بيدي ادوات تطبيقيه عمليه وكمان مطبقه ومضمونه النتائج في رسم الحدود. هنكتشف ادوات تزود وعيك ووعي عملائك في رحله رسم الحدود، وهيتم تجهيزك لمرحله ما بعد الحدود بردود وسيناريوهات واداره للموقف. الكورس ده لمين؟ لو بتحب مساعده الناس وبتفكر في مجال الكوتشنج يبقى دي اقوى بدايه لرحله كوتشنج مميزه، لان الحدود من وجهه نظري هي المظله الاساسيه لكل العلاقات، واول ما تدخل الحدود هتعرف تتعامل مع كل العلاقات. لو انت كوتش او استشاري او هيلر، البرنامج ده هيعمل لك بوزيشننج بشكل مختلف في مجتمع الكوتشنج وهينقلك لحته ثانيه خالص. هتكون مميز في تخصصك وهيضاعف دخلك بامتلاكك ادوات واستراتيجيات وسيستم واضح لعملائك اللي عندهم مشكله في رسم الحدود ومش بيعرفوا يقولوا لا. ولو انت عايز تساعد نفسك وتتعلم رسم الحدود في حياتك يبقى وجودك وسطينا مهم جدا، وكمان هتتعلم اسرع من خبرات ونماذج حقيقيه. وخلال الكورس هيكون معاك اختبار الباوندري ستايل الاول من نوعه علشان تعرف نوع حدودك او حدود عميلك الحاليه وتقدر تقيس التطور اللي هيحصل. وهنستلم الباوندري جورنال اللي هنطبق فيه الادوات، وكمان هيكون معاك اي بوك في كل الكوتش كلاينت باوندريز واللي اكيد هتحتاجهم في بدايه رحلتك ككوتش حدود. اضغط على اللينك اللي مع الفيديو ومنتظرينك في رحله مميزه بكل تفاصيلها.